السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ معاكم مدام نجلاء. النهارده طبعا مش حكاية ومش وصفة، لكن النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا بيهم كل البنات والستات والرجالة. انا عايزة كله اجمع هنا دلوقتي، لان هتكلم على موضوع مهم جدا جدا، وهو النفور بين الزوجين. ليه النفور بين الزوجين بيحصل وازاي نتعامل معاه؟ النهارده هنتكلم عن اسبابه، وعن كمان هنقترح كمان حلول ازاي نعالج المشكلة دي. لو يهمك الموضوع استنوا معايا. النهارده هنقول ليه بيحصل نفور بين الزوجين، وازاي كمان نتعامل معاه. اول حاجه ان النفور ده مش بيبدا بموقف واحد، لا، ده بتراكم مشاعر ومواقف صغيره ما بتتحلش. كمان اهمال مستمر لاحتياجات الست العاطفيه والنفسيه. النهارده بقى احنا هنتكلم عن اسباب اللي بتخلي العلاقه دي بين الطرفين تبرد، وكمان هنقترح حلول تكون عملية علشان فيها نفتح باب جديد للتواصل والحب من تاني. يلا بينا نبدأ دلوقتي. هنتكلم أول سبب، والسبب الأولاني هو عدم التواصل الحقيقي بين الطرفين. يعني إيه عدم التواصل الحقيقي بين الطرفين؟ يعني كل طرف منهم دايما بيبقى مشغول بيومه، محدش فيهم بيسأل عن التاني، كله مشغول الست مثلا مشغولة بالبيت والولاد، والراجل نفس الكلام مشغول بشغله. حتى لو تم بينهم وبين بعض نقاش بيبقى عن الولاد، أخدت الولاد، أكلت إيه، المفاتيح فين، بتبتدي المشاعر تتجمد. طب إيه الحل للمشكلة دي؟ نخصص لنفسنا ولو وقت صغير. أنا مش بتكلم ده للزوجة أو للزوج، أنا بتكلم للطرفين. يعني الزوجة ممكن تخصص وقت ولو 5 دقايق أو 10 دقايق من وقتها، وتكلم فيها زوجها، أو لما يرجع من الشغل للبيت تبتدي تتكلم معاه. ما تسألوش عن يومه، لا، لأن خلاص كلنا بنسأل عن اليوم، لكن احنا عايزين نسأل عن الحال. هو يسألها عن حالها، هي تسأله عن حاله. ايه أحوالك النهاردة؟ انت عامل ايه؟ صحتك كويسة؟ تتكلم معاه. ده بالنسبة للمشكلة أو السبب الأولاني اللي بيسبب نفور بين الزوجين. أما السبب التاني وهو الإهمال العاطفي والجسدي، وأنا شايفة إن ده سبب، يعني سبب هو الرئيسي، هو السبب الرئيسي للنفور بين الزوجين، هو الإهمال العاطفي والجسدي. كل طرف منهم بيبقى مشغول، مش هقول بشغله بس، بالضغوط وبالمسؤوليات، وبننسى إن احنا كل واحد فينا محتاج للمسة حلوة، محتاج له حضن، محتاج له حضن، محتاج لكلمة حلوة، وحشتيني أو وحشتني، محتاج لنظرة فيها حب وفيها رومانسية وفيها اهتمام.